السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا نبدأ. بصي بقى، اول ما تشوفي الشتاء وتشوفي الدنيا مغيمة وبرد وسقعة وبرق ورعد وحاجات كده، ما تفكريش، تقومي حاطة الحلة دي على النار على طول كده، ويلا بينا نبدأ في الأكلة بتاعتنا الشتوية التحفة. حطينا الحلة بقى دي يا بنات، وحطينا فيها المية اللي انتوا شايفينها دي، وبعد كده نزلنا ببصلتين على طماطمتين على جزرتين على قرن فلفل حامي وواحد بارد، وبعد كده مكعبين توم او انتي حطي فصين توم. وبعد كده يا بنات هنسيبها تغلي بقى شوية. احلى حاجة بتدفي بجد وبتشبع بالطبخة بتاعتنا الجبارة دي. ورحنا غسلنا ربع كيلو عدس وحطيناها على المية دي وعلى الخضار ده، وهنسيبها تغلي مع نفسها. وبعد كده بقى جبنا الصينية دي وقطعنا فيها العيش وحطينا معلقة سمنة. أحلى طريقة عيش تحمصيه بيها للفتة، إن كانت مثلا فتة لحمة وشوربة يعني، أو فتة العدس، أحلى طريقة للعيش تحطي شوية ملح وشوية فلفل أسود ومعلقة السمنة وتقلبيها بقى، تحمصيه كويس. الطريقة دي هتعجبك قوي، يعني أنا عايزاكم تجربوا طريقة العيش دي. خلاص يا بنات، وهنسيب بقى العدس يستوي مع نفسه كده. وبعد كده ايه، هنعمل احلى فتة عدس وشوربة عدس النهاردة، حاجة كده عظمة. طبعا عايزين نبدأ بقى في الشقة او نبدأ في بيتنا بقى، تفضلي بقى حتة حتة كده تروقي ترويقة جامدة، عشان طبعا رمضان ما ياخدش مننا يعني الترويق بقى والاكل والطبيخ والكلام ده. عايزين ايه، نظبط وقتنا شوية عشان الوقت بقى وقراية القرآن وصلاة التراويح والحاجات دي. فعايزين قبل ان شاء الله دخول رمضان كل يوم تمسكي أوضة كده بقى، ايه، تشيليها يعني، تشوفي تبصي تحت السراير، تشدي شدة حلوة على ظهر الدولاب، فوق الدولاب من فوق، مش عارفة ايه، تشدي دنيتك شدة حلوة، عشان خاطر لما يجي عليكي رمضان يبقى الترويقة اللي على الوش دي تبقى انت عارفة ان ايه، يعني خبايا الأوضة نظيفة، ما تكتوليش الدنيا عليكي يعني. وبعد كده بقى ان شاء الله ربنا ييسر ونشوف بقى موضوع الاكل وكده. انا مش بحب بصراحه التفريزات، يعني انا موضوع ان انا افرز اكل واشيل اكل والكلام ده لا. وبعدين الخضار كده كده رمضان في شتاء، والخضار هيبقى ان شاء الله موجود يعني. فوقت ما هنعوز، ما حتى لو بعد الفطار مثلا نروح السوق نجيب اكلنا ونكلينا عمره اجل بقى تقومي الصبح تعملي. فهنشوف يعني ان شاء الله. المهم خلصنا العدس وضربناه في الخلاط وصفيناه زي ما شفتوا كده يا بنات. انا فضتكم دخلت في موضوع تاني. وبعد كده جبنا الحله الصغيره دي حمرنا فيها شويه شعريه، تحمريهم حلو قوي كده تديهم اللون الحلو ده. وبعد كده يا بنات تحطيهم على على العدس، وتوطي النار وتسيبي العدس مع نفسه مع الشعريه مع كده، لغايه لما في خطوه كمان هتعمليها. خلاص احنا حمصنا العيش وشلنا العيش من على النار يبرد بعد ما خد التحميصه بتاعته. وبعد كده رحنا بقى للشعريه. انا مغطيه على العدس ما طفيتش عليه، حطيت الشعريه وهقلبها كويس مع العدس واسيبها على النار برضو ايه شويه زي ما هو واطي عليه. في نفس الحله نحط حبه زيت كمان وحته سمنه صغيره، يعني اقل من ربع معلقه. وبعد كده هننزل عليها بالبصل، خرط بصلايه حلوه كبيره كده او بصلتين. وهنعمل بقول لكم عظمه النهارده، عظمه. طالما في شتاء يبقى هي الحله دي، صدقوني الحله دي هي الحل. ادي البصلايه بتاعتنا هي بقى، خرطها تخريطه حلوه كده صغيره، وهنقلبها حلو قوي. طبعا بهاراتك ما تنسيش، انت حطيتي بهاراتك على العدس بقى، الملح، كمون، شويه كزبره، شويه الكركم. اوعي تنسي شويه الكركم في العدس برضو بيبقوا تحفه ولونهم تحفه. بعد كده نحمر البصل بقى ونحطه على العدس. برضو هنحط شويه كزبره صغيرين، شويه فلفل اسود برضو صغيرين. انا طبعا قسمه زي ما قلت لكم، بقسم البهارات، يعني انا مثلا احط معلقه بجزئها على كذا مره. لو مثلا معلقه فلفل اسود، انا فاهمك اكتر، باحط مثلًا مرّة على العدس ربع معلقة، وربع المعلقة التاني مثلًا على البصلة، مش باحط معلقة كبيرة مثلًا على العدس ومعلقة على البصلة كده لأ، الكمية اللي أنا باحطها على الطبخة باقسّمها على كذا مرحلة أو على كذا خطوة يعني. بُصّي حطيت البصل على العدس أهو، وقلّبت كويس، وكل ده والنار شغّالة على العدس بس واطي أوي، 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 زي كده النار بتاعة الرز كده في الآخر بعد ما تشرّب يعني، النار شامعة. نحط بقى العدس على العيش، على الفتة يعني،
شربنا العيش بتاعنا. احلى حاجه في الخطوه بتاعت التحميصه بتاعت العيش دي يا بنات، ان هي مش بتخلي العيش يبقى معجن، لا بيبقى حلو كده وفيه قرمشه خفيفه وبيبقى تحفه. لكن لو حطيتي على العيش زي ما هو كده ورحتي حاطه عليه على طول بيعجن. حطينا بقى العدس بتاعنا على العيش، وبعد كده شويه البصل دول انا سبتهم كده حطهم على الوش يعملوا شغل كده. وقلينا طبعا شويه فلفل وحطينا عليهم ملح وليمون، وعملنا طماطم بالدقه بتاعت التوم، وعندنا بدنجان مملح وبصل اخضر، وما اقولكوش يا بنات ما اقولكوش بجد. حطينا شوربه اهو كمان في الاطباق، شوربه عدس يعني. وادي كان غدانا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وفي رعايه الله وامنه.